السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى ايه؟ كنا عندنا بقيت اكل وكده، فقلنا لا احنا ايه، اختي قالت لي ماما ايه، انا نفسي في كشري. ماما بقى راحت قايمه عملت لنا كشري. اول حاجه بقى كنا حاطين عدس اللي هو الاسمر، وهنا حمص. وماما هي بتوريكم، حطيت هنا ميه وهنا ميه. بعدين ايه هنولع عليها النار. ماشي، زي ما انتوا شايفين كده. يعني هي بصي، يعني هي هنا شالت المية اللي هي حطيتها معاكم قبل اللي من شوية دي، وحطت مية تاني. يعني هي بتشغل النار ماشي. وبعدين تسيبه يغلي، يعني يغلي، وبعدين تروح شايلاه من على النار، تروح شايلة المية دي رميها، وتحط مية تاني نضيفة عشان لو في أي ترابية أو أي حاجات كده في العدس، عشان طبعا عارفين ان هو ايه، بقوليات. اللي بقى كانت حاطة بصلاية وطماطماية، وكان فص توم ومرقة، وهنا حطت شوية ملح. سيبه بقى كده لغاية ما ايه يستوي. هنا بقى كان خلاص بدأ يستوي اهو الحمص. وهنا كان العدس. طبعا كده خلاص كان استوى، ماما كانت بتصفيه. بس كده. طبعا كنا سايبين بقى طبعا الحمص بيستوي. معانا بقى هنا بصلتين. تقسمي البصل على اتنين، يعني بدل ما تكون شريحة طويلة لا عريضة، نعملها لا على اتنين. طبعا مش عايزاكي تنسي اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك، وتشتركي في القناة عشان ان شاء الله نكون اكبر، يعني اكبر عيلة على اليوتيوب. ووجودك كالعادة على راسي من فوق. قطع بقى بص معانا كده البصلاية. بس يا جماعة الكشري بتاع البيت ده بيبقى جميل، تحفة جدا بصراحة. ماما بتعمله بيبقى تحفة. طبعا احنا بقالنا يومين في القناة، ماما هي اللي بتعمل الأكل مش أنا. بس معلش بقى، هي قالت لي أنا هعمل الأكل النهاردة، قلت لها الحمد لله. هي تعمل الأكل النهاردة وأنا ايه، إن شاء الله بكرة برضه كمان بنزل لكم فيديو. هنا بقى معانا نشا. معايا ايه، معلقتين نشا او معلقتين نشا تقلبيها كده من البصل. يا جماعه النشا بيخلي البصل يقرمش، لكن الدقيق بيخليه كده طري. لكن انت ما تحطي نشا بتخليه يقرمش ويبقى حلو كده. بس كده. هنا بقى كان معايا كميه من الزيت، ونحط طبعا البصل. سيبناه طبعا شويه، يعني سيبناه ممكن نص ساعه كده في النشا، عشان خاطر لو عملتيه ساعات بيبقى فيه ميه، لما فيه ميه مش هيحمر معاكي. احنا بنسيبه شويه، يعني بتكون البصل شرب من النشا شوية يعني. بس كده. بصي يا جماعة جربوا الطريقة دي بجد، والله العظيم هتعجبكم جدا وسهلة، وفيها تكات كده حلوة جدا. تبقى زي، يعتبر زي، بيبقى زي بتاع المحلات. يعني بعد الفيديو ده خلاص هتبطلي تشتريه من بره. نقلب بقى. في هنا بقى كنا طلعنا البصل، وهنا بقى الزيت يا جماعة اللي مطرح مطرح البصل هنطش فيه من غير اي حاجه، ومن غير، في ناس بيعملوه بتوم مش عارفه ايه، لا من غير اي حاجه. الزيت بتاع البصل اللي كنا بنحمر فيه اللي هي تقلية البصل، تروحي حاطه على طول الصلصه. هنا كنت بوريكم وطلعنا البصل. وهنا بقى حطينا مرقه وكزبره وكمون وبابريكا، نص مكعب مرقه. ماشي، هي حتى بتقول لكم بس. طبعا عايزين يا جماعه نشجع ماما، عشان هي اللي بقالها يومين بتصور لنا فيديوهات، هي اللي بتقول لي هي تصور لك. هنا بقى اختي كانت نفسها، معرفش ليه، اللي جاب البتنجان مع الكشري، بس مش عارفه هي كانت نفسها في بتنجان. فطبعا قطعنا البتنجان وحطينا عليه شويه ملح، ونسيبه طبعا شويه. بس كده نقلبه بقى زي ما انتم شايفين كده، ونركنه عشان ينزل الميه بتاعته، ما ياخدش زيت كتير. هنا بقى بدأت الصلصه هي تغلي، تبقى يا جماعه جميله جدا، وطعمها بقى زي بتاع محل الكشري بالظبط. هنا بقى معايا ميه، طبعا دي ميه المكرونه. هنحط ملح بس، سيبها بقى لغايه ما تغلي، وبعدين بقى نحط المكرونه. هنا بقى معايا رز، عشان دي بقى انا كنت بغسل رز، انا جيت اهو يا جماعه. آه هنغسل بقى الرز كده بقى في المصفى، عشان نعمل رز بشعرية عشان خاطر الكشري. نغسله بقى كده كويس معاكم. طبعا عايزاكي تتابعي الفيديو للاخر عشان تستفيدوا. وجربي يا جماعه الطريقه دي،
قوليلي ايه رأيك. بس نغسل بقى الرز كده ونشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى كان معايا زيت طبعا، وحطينا شعرية. شبه بقى الشعرية كده بقى طبعا زي ما انتوا عارفين. بس شبه بقى الشعرية كده زي ما انتوا شايفين. والمية بقى هي بدأت تغلي. هنحط بقى ايه مكرونة سباكيتي ومكرونة اقلام، حبة من دي وحبة من دي. ممكن تحطي برضو المكرونة اللي هي الصغيرة دي اللي هي التحمير، او ممكن تحطي المكرونة اللي هي الخواتم. هنا بقى كانت شعرية هي خلاص يعني خلاص كده ناقصلها تكة ونحط الرز. ومعايا الرز والمكرونة بدأت تغلي اهي. بس بقى اقرب لكم التصوير عشان تعرفوا تشوفوا. هنا بقى الرز اهو نحطه. نقلب بقى كده نشوح الرز زي ما انتوا شايفين. ونحط بقى ايه ملح ومرقة سكر. ونشرب الرز زي ما انتوا عارفين. ونغطي عليه بقى، نسيبه لغاية ما يتشرب وبعد كده نوطي عليه. بس كده والله يا جماعة ما خدش وقت من ماما. بس هو مشكلته ان هو يعني دربكته كتيرة ومعينه كتيرة جدا. طبعا بتعملي عدس لوحده، حمص لوحده، ورز لوحده، ومكرونة لوحديها، وصلصة لوحديها، ودقة وشطة. كل ده بياخد مواعين طبعا. بس بصراحة يا جماعة انا مش بحب الرز قصدي معلش سوري، الكشري الحلوة ده ما بحبوش. بحس ان هو مش كشري، لا بحس ان هو مش عارف بيبقى طعمه وحش او مش بحبه. انا بحب ده بصراحة. انا بقى خلاص كده الطيارة بتاعتي تستوي. بصي بتبقى جميلة بصراحة يا جماعة. يعني نوع مكرونة الملك دي تحفة جدا. دي بقى يا جماعة اللي بتاكلوها في المحلات اللي هي زي سلطة. وعين بقى نص قرن فلفل او ربع عشان تريح حرارة. حطيت ربع قرن فلفل حامي واللي هو الاحمر ده برضه حطيت منه حتة صغيرة خالص. اديني هو يا جماعة انا اللي بعمل السلطة اسمها إيه؟ السلطة عشان ماما مبتعرفش تعملها. انا بعملها حلوة جدا. معايا هنا بقى طماطمايه. ايه بس هي فلفل وطماطم وليمون. ماشي. ونشوف بقية المقادير برضو معاكم. بس اهو قطعها كبيرة شوية عن السلطة عشان خاطر دي انا بحب احطها قوي على الكشري. فاهمين؟ لكن لو انت تعملي سلطة طبعا فتقطعيها اصغر من كده. بس هتقطعيها كده زي ما انتوا شايفين تقطيع، يعني ولا كبير اوي ولا صغير او وسط. بس انا هنا كنت عمالة اقطع بسرعة عشان كنت بصراحة عايزين ناكل. هنا بقى معايا ايه ليمونة. نعصر بقى الليمونة. ماشي. وبعدين بقى ايه هنحط خل. حط نص معلقة خل. هنا بقى ماما كانت بتحمر البتنجان. ماشي. هنا بقى ايه كنت بمسح بس البتاع عشان كانت واقعة عليها طماطم. هنا بقى معايا كمون وكزبرة وملح وشطة. يعني هو نحط احنا كده حطينا خل، وحطينا ليمون، وحطينا طماطم، وحطينا فلفل، ونحط ملح وكمون وكزبرة. وهنحط بقى كده ناقص ايه تاني. هنحط مية. هو ده بس شوية مية. ممكن تحطي مية ساقعة وممكن تحطي مية من الحنفية. بس كده مش هاخد منك وقت يعني. بتبقى جميلة قوي جميلة، بتبقى حراقة كده وتحفة. بصوا بتبقى روعة. يعني بقى انا كنت بزود مية من الحنفية. قلت لماما ايه خليكي انا ايه هرجع تاني. بس انا كنت بزود مية من الحنفية. مرات عارفة زودت شوية ملح كده طلع يعني عدمة سنة. ظبطت الملح بتاعها. هنا بقى كنا نحمر البتنجان. بقى كنت بعمل الدقة. وده بقى شكل النهاية للكشري. بس احنا بنحط كده عشان خاطر كل واحد يحط اللي براحته. طبعا شكل النهاية للفيديو، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. وتوحشوني.